الأخ عبد الله يقول: هل تسعون يعني الدولة للشريعة الإسلامية أم دولة ديمقراطية؟ هذا سؤال في الصميم حقيقة. يجب أن نفرق بين المعتقد وبين السلوك والتطبيق العملي. المعتقد، نحن جميعا نعتقد بأن الإسلام هو صالح لكل زمان ومكان، وبأن حكم الله عز وجل في الأرض يجب أن يسود، ويجب أن نسعى إلى هذا. لكن في نفس الوقت نعتقد أنه لا إكراه في الدين، يعني القيم بما فيها قيمة الإيمان لا تفرض على الناس. أنا هنا الحقيقة أستحضر نصا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا النص ذكره في أكثر من كتاب، في أكثر من مكان في الفتاوى، ومن جملتها في الجزء 34 الصفحة 35. الجزء 34 الصفحة 5، وأنا كنت نقلت هذا النص في بعض كتبي. يقول شيخ الإسلام، وهذا الكلام أوضحه للبعيدين يعني عن قضية فهم السياسة وكيف تدار الأمور. يقول ابن تيمية رحمه الله عن النجاشي: أما النجاشي فإنه حين توفي فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الصحابة إلى الصلاة عليه صلاة الغائب. نعم. ونحن نعرف أن هذه الدعوة كانت هي سبب مشروعية صلاة الغائب. فصلى وقال: إن أخا لكم قد مات فتعالوا نصلي عليه، فصلوا عليه. يقول: إن النجاشي لم يهاجر ولم يحج ولم يحكم في قومه بما أنزل الله، لأنه لا يستطيع ذلك. والنجاشي لم يدعو قومه إلى الإسلام، لأنه يعرف أنهم لا يستجيبون إليه. بل يقال إن النجاشي لم يكن يصلي. تمام؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: ومع هذا فالنجاشي مسلم ناج، لأنه اتقى الله بمقدار ما يستطيع. فالآن تطبيق الشريعة في أي بلد إسلامي يقوم على مسألة تحقيق المصالح ودرء المفاسد. وكما قال الأصوليون: ترتكب المفسدة الصغيرة من أجل جلب مصلحة كبيرة، ويغض الطرف عن المصلحة الصغيرة من أجل درء مفسدة كبيرة. البلد الآن في سوريا في الوضع الداخلي، وهو بلد شديد التعدد والتنوع، والوضع الإقليمي والوضع الدولي لا يساعد أحدا الآن على أن يقول نحن نريد تطبيق الشريعة جملة واحدة. لكن على الجميع، على كل من يؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤمن بالقرآن، عليهم جميعا أن يسعوا إلى تطبيق متدرج للشريعة، تطبيق متدرج. وأنا أرى أنه في البدايات لابد أن تكون دولة ديمقراطية، وبعد ذلك يبدأ التدرج بتربية الناس على الإسلام، وبسن القوانين أيضا بما هو مطاق، بما هو ممكن. لكن أهل السنة هناك يعني لهم نظامهم الخاص، إذا كان في مثلا نظام الأحوال الشخصية. أكيد هذا هو نظام الأحوال الشخصية في سوريا بشكل عام سليم الموجود الآن حتى. يعني مثلا في تونس ممنوع، وفي ليبيا حتى تعدد الزوجات. في سوريا ليس هناك شيء. غالبا الفقه الحنفي بشكل عام هو المطبق في الأحوال الشخصية، هذا موجود. حتى قضية الإرث، الميراث، يعني كله موجود. هذه تبقى الأمور الأخرى، تبقى قضية إقامة الحدود وهذه الأشياء. فأنا أرى هذه الآن في هذه المرحلة تخضع لتقدير. يعني من الذي يقدر؟ لما بنقول في مصالح ومفاسد، من الذي سيقدر المصالح والمفاسد؟ هل يقدرها لأهل الشام، واحد في المغرب مثلا أو في العراق، ولا يقدرها أهل الشام؟ يقدرها أهل الشام. من الذي يقدرها من أهل الشام؟ يقدرها أهل العلم وأهل الخبرة وأهل السياسة. هؤلاء يقدرون المصلحة التي تترتب على تطبيق حكم شرعي والمفسدة التي تترتب عليه، وفي إطار المصلحة والمفسدة يدينون لله سبحانه وتعالى. المهم أن يكونوا صادقين مع أنفسهم وصادقين مع الله سبحانه وتعالى، ويكون اجتهادهم فعلا اجتهادا مؤصلا. نعم.
معنا كاريكاتيرات الآن جمعها الأخوان